مرحبا، تعالوا نعمل مع بعض ستروبري شورت كيك على فورمة كيك. بدل ما نعمل سكون صغيرة تكون على شكل كيك، طعمها مرة لذيذ وسريع التحضير. حنبدأ بنخل الدقيق، وهذه يدخل فيها الهواء، سكر، بيكنج باودر، ورشة الملح. هذا يعمل بالانس في الطعم، ونخلطها ونبدأ نضيف عليها الزبدة الباردة. نبدأ نفتفت الزبدة بهذا الأداء، وإذا ما في نستخدم يدنا إلين ما يصير معانا خليط رملي بهذا الشكل. نضيف عليها الحليب ونضيف عليها الفانيلا ونخلطها، وهي تقريبا ما تاخد معانا 5 دقائق فعليا. حنضيفها على القالب، وأنا استخدمت هنا تقريبا 9 إنش، فأفضل أحسن إذا في أصغر عشان يديك على شكل كيكة أكتر. أنا هنا أداني فلات كيك. رشيت عليها سكر الأسمر يديها كرانشينس ولون حلو. بدأنا بتحضير الفراولة، ضفت عليها الموية وبيكنج صودا لمدة 3 دقائق عشان ينضف معانا وننشفها تماما. كوب واحد من الكريمة نخفقها ونخرج الكيكة ونخليها تبرد تماما. ونبدأ بتجهيز الفراولة، نقطع الشرايح بهذا الشكل، نضيف عليها 2 معلقة سكر، ونبدأ بتزيين الكيكة. نبدأ بالكريمة ونضيف عليها الفراولة. وممكن في هذه المرحلة تستخدموا أي نوع فواكه موسمية من التوت البري، مانجا. أتمنى تجربوها، صحة وهنا.